السلام عليكم. فكرة فيديو النهاردة زي ما باين في العنوان هي قصة نجاح ناصر الدسوقي. القصة دي من مسلسل الأسطورة، والمسلسل ده من ضمن الثلاثية مع المخرج والمؤلف محمد سامي اللي مكونة من مسلسل الأسطورة والبرنس وجعفر العمدة. طبعا دول من أجمل مسلسلات لمحمد رمضان وخصوصا البرنس. نرجع بقى للمافيا الأسطورية ناصر الدسوقي. بتبدأ القصة إن ناصر شاب من أسرة على قد حالها وعنده أخ شغال في صناعة السلاح، ووضعه في المنطقة مش هنقول بلطجي، هنقول حكمدار المنطقة اللي هو رفاعي. وناصر بيحب واحدة من نفس الكلية بتاعته لكن مش من نفس المستوى، وهو مستني يحقق حلمه عشان يتقدم لتمارا. وناصر عنده طموح انه يبقى وكيل نيابة، فبيروح يقدم عشان هو الاول على دفعته 4 سنين، لكن بيترفض. ممكن تقول عشان واسطة ماشي، عشان اخوه بلطجي ماشي، عشان مستواه الاجتماعي ماشي، اي حاجة تمشي. طبعا لما يترفض وحلمه يضيع، يعني تمارا ضاعت عشان هي صلاح جايه بنت كلب. فبيقرر انه يسافر بره عشان حس انه اتظلم في بلده. فامه بتتعب وتروح المستشفى من زعلها عليه، وناصر بيعرف قبل ما يركب العربيه، فبيرجع عشان يطمن على امه. فبيرضى بالامر الواقع ويشتغل بشهادته محامي لحد ما يتجوز واحده بتحبه من نفس منطقته اللي هي شهد. وفي الصباحيه بتاعته بيتفاجئ ان رفاعي اخوه سنده وظهره بيتقتل في وسط الشارع. وطبعا ناصر عارف وعيلته عارفه والمشاهدين عارفين مين اللي قتله، عصام النمر. فلما رفاعي بيموت، ناصر بيقرر ينهي التجاره اللي اخوه كان شغال فيها، فبيجتمع هو وعمه وخاله في مخزن سلاح علشان هيشوفوا يعملوا ايه. هوب الشرطه تقتحم المكان وكل واحد فيهم ياخد 15 سنه سجن ظلم. ففي السجن ناصر بيتعرف على سلماوي، ده راجل غني وشغال في السلاح برضه، فبيظبطوا بعض في السجن علشان لما يطلعوا يشتغلوا مع بعض بره. فانت يجي سؤال في بالك وتقول ازاي يطلع ده واخد 15 سنه؟ ما انت ما تعرفش ان ناصر محنك في القانون ويعمل استئناف على الحكم وياخد براءه هو وعمه وخاله. فبما ان ناصر خرج، فعيلته منتظره منه الانتقام من اللي قتل اخوه، وخصوصا ان عصام النمر افترى جامد على عيله ناصر وهو في السجن. وعيله النمر بقت كبيره المنطقه وبقى يدوسوا على عيله الدسوقي بالجزمه. فطبعا بيقتله عشان حق اخوه، وبيبدا ياخد مكان رفاعي في تجاره السلاح. لكن الفرق ان ناصر توسع بقى تاجر سلاح واثار وقتال قتله. مع كل الشمال ده بيجمع ثروه ما كانش يحلم بيها. فلما الفلوس والسلطه اجتمعوا مع ناصر بقى ظالم ومفتري حتى مع عيلته. عمل كل الموبقات، قتل مراته واغتصب ارمله اخوه وجنن اخته، وفوق كل ده تسبب في موت امه. ودي كانت الضربه القاضيه في اسطوره ناصر الدسوقي. فبيقرر يسلم نفسه للعداله ويعترف لهم بالبلاوي اللي عملها وياخد اعدام. فرساله الفيديو هنا انك مهما تعرضت للظلم اوعى تتجه للحرام، ولو يأست تذكر الايه الكريمه كده. ما تنساش اللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل حته. وبس كده، سلام.